أخرجت الأرض يطلع أبيض. سخن بيضاء يا مرحبا، يسعد لي اوقاتكم وكل ايامكم يا احلى صبايا. كيفكم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير. انتوا عم تحضروا فيديو اليوم، اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو رايق وهيك كتير حلو. اعملوا فنجان قهوه واحضروا الفيديو معي، وقبل ما نبلش الفيديو حطوا لايكات واكتبوا لي تعليقاتكم الحلوه بس يخلص اذا حبيتوا الفيديو. الله يسعدكم يا رب. اليوم من بداية الفيديو حبيت بلش معكم بمناظر هيك غير شكل للراحة النفسية وهيك سبحان الله وسبحان الخالق، هيك المناظر كتير حلوة وقاعدة رايقة على البحر. بهذا اليوم كان آخر يوم دوام لعطلتي، فأنا عطلتي حكمت بعكس عطلة ابني، فهون كان آخر يوم دوام لإلي، وبنفس الوقت رح تبلش العطلة عندي، فحبينا نختم وقت الدوام بمشوار هيك حلو وهيك نطلع لمكان كتير رايق. رحنا على مطعم تورا، بفرجيكم المناظر بتجنن كتير حلوة، وهيك القعدة كتير رايقة، بتحسوا ما بتشبعوا من القعدة على قد ما هيك هادية ورايقة، والمكان بصراحة هيك للراحة النفسية. فهيك رحنا كان بوقت فطور، فنزلنا الفطور هناك كتير طيب، الفطور التركي. مثل ما شايفين هي الفطور التركي بيعتمد كتير على الفطاير والبوريك. بيحبوا كتير البيض البريشت، يعني بيض العيون مع الزبدة المربى، يعني الحواضر، وأكيد لا غنى عن الأجبان والألبان. بس لفت نظري هي الأكلة يلي بالفخار كتير طيبة. أنا حسيتها قريبة للي منزلت باذنجان هيك شوية اللي نحنا بنعملها، وبس حاطين لها مثل السجق كمان، هي كتير طيبة ونكهتها ظريفة بصراحة. يكرر الروحة لعنده، بنصحكم فيه كتير، أكله طيب والخدمة سريعة، وبتضلوا قاعدين يعني بتحسوا ما بتشبعوا من القعدة. قعدة رايقة والمكان كتير حلو والإطلالة كتير حلوة. كانت القعدة مثل ما خبرتكم حلوة، وكل شوي كانوا عم يزتوا هيك أكل الطيور وهيك يطيرون، كان المنظر كتير حلو. فهيك آخر القعدة قلنا لنختمها هيك بفنجان قهوة غير شكل مع الأجواء تبعه الرايقة. فهيك حبيت أخدكم معي جولة صباحية مع مشوار رايق، وسبحان الله دايما بيكون المشوار رايق وإذا كانوا الأشخاص معكم هيك قعدتهم حلوة وانتوا هيك مبسوطين، فبتحسوا إنه لسه المشوار بيحلى أكتر وأكتر. أحيانا بيكون المشوار، أو مو أحيانا دائما بيكون المشوار بناسه، يعني أحيانا بيكون المشوار كتير بسيط لمكان كتير قريب، مكان كتير عادي، بس بسبب الأشخاص اللي انتوا بتحبوهم أو بتكون هيك روحهم مرحة بوجودهم، فبتحسوا المشوار من أروع ما يكون. بعد
ما فيني أخبركن قديش كانت درجة الحرارة نازلة وقديش كان برد، فكيف إذا كان على البحر فحيكون لسه البرد يعني واضح أكتر. فمع هيك حبينا ما نروح إلا نتمشى شوي، فهيك مشينا شوي على البحر وقعدنا، بعدين رجعنا على البيت. بهالوقت مثل ما شايفين كأنه ما كان برد، كأنه انتقلنا لمنطقة تانية، شقشق شوي الجو وطلعت الشمس ودفي الجو، كأنه خلص انتقلنا لمكان تاني. فهون رجعت وكان قربت انه طلعت ابني، بس بهالوقت كان في وقت قصير قلت رح اتفتل شوي شوفي بالسوق. بعد ما رجعنا جبت ابني من المدرسة وكملت على الماركت على البيم. معظم اغراضي انا بجيبها من البيم، يعني بحس خلص انا بعرف شو الظريف، مجربة معظم الاشياء هنيك. حتى اللي حوالي يعني وقت بيجربوا شي او بننصح بعضنا فبتكون اغراضنا منه. عملوا لنا واحد من البيبي كل يوم 3 جرام حليب، 3 جرونات حليب بيشرب. تمام. فبعد ما رجعنا وتغدينا وخلصنا فصار وقت انه نقعد ونحل الوظائف. كان عنا كتير دراسة وهيك نقعد وبنخلصه وبنحلهم شوي شوي. هاي السنة كتير في ضغط بالتركي يعني على ابني بالوظائف وهيك، فكتير عم نقعد وقت طويل. هلأ من الشغلات يلي كمان دائما ما بتركها أبدا إنه يكون ابني بدورة للقرآن الكريم. يعني أولا لحتى يضل متقن للغة العربية قدر الإمكان، يضل عم يقرأ، يضل عم يشوف الحروف العربية، لأنه بالنهاية قد ما حاولنا إنه يقعد يقرأ قصص مثلا أو إنه أنا أقعد درسه هيك رح يقعد شي بسيط، بس إذا ما لزمتوه بشي مثلا هو عنده إياه مثلا تسميع أو تشجيع أو تحفيز، فهذا الشي رح يكون هباء منثورا. هلا أنا أكيد بالصيف كنت مسجلته، بس هلا بالشتاء دورة أونلاين كل أسبوع مرة، يوم بالأسبوع عفوا. فكتير الحمد لله هيك ملاقية فيه تحسن، والحمد لله إنه عم يقرأ وعم يحفظ. يعني أهم شي إنه عم يحفظ، لأنه لقدام بصراحة رح يلاقي الشي صعب، وخصوصي إنه يقرأ القرآن الكريم رح يلاقيه لسه أصعب بكتير، يعني بحكم الحروف بحكم الكلمات. إذا ما من هلأ أتقن الحروف العربية ما رح يقدر لقدام إنه تجبروه إنه يتقنها ويقرأ. فهذا الشي كتير عم يلاقوا صعوبة، وحتى عن تجربة يعني هو ما شفت كتير أطفال على كبر كتير عم يلاقوا صعوبة إنه يحفظوا اللغة العربية بعد ما هن تعودوا على اللغة التركية أو أي لغة أخرى يعني غير اللغة العربية، لأنه هي بالنهاية لغة صعبة. وبنفس الوقت هي أساسية، يعني مو مهم بس إنه يحكيها، لا يعني أكيد ضروري إنه يقراها ويكتبها. فهيك بشجع كتير إنه ضلوا ورا الموضوع لو بدورات بسيطة، أو بالصيف يكون مكرس الوقت لهذا الموضوع. هون بقى حبيت شارككم اليوم الثاني
كمان إلي زمان ما اجتمعت برفقاتي، الله يسعدهم يا رب، بحكم دوامي ما عم أقدر أجتمع فيهم، فبما أنه كان عندي عطلة وكنا حابين كتير نجتمع، عملت لنا هيك رفيقتنا جمعة على حراب إصبعه. أنا مشاركتها معكم من قبل، هي من الأكلات يلي بتنعمل عند الشوام وخاصة بجمعة النسوان. يعني هي الأكلات اللي كتير طيبة واللي بتعتمد على العدس المسلوق مع العجين ودبس الرمان والتمر هندي أو الحمض، يعني بعدة طرق بتتساوى، بس إنه بالنهاية كلهم بيصب بمكان واحد، إنه هي أكلة حامضة أساسها العدس والعجين، وعلى وشها الكزبرة والثوم مع الخبز المقلي والرمان. عن جد الله يسلم ايديها، كانت حلوة كتير هيك مع الناس الطيبة، وبنفس الوقت الأكلة كتير طيبة. وهي الأكلة بالذات هي الأكلة يلي طيبة بوقت الجمعات. يعني انتوا لو عملتوها هيك طبخة بالبيت ما حتحسوا بلذتها قد ما انكم تعملوها بتكونوا هيك مجتمعين مع الرفقات وهيك. يعني هي بدها بصراحة كترة، ما حتحسوا بلذاذة الأكلة إذا عملتوها هيك بالبيت على إنها تكون طبخة. أو يمكن لأنه هي طقوسها أو هيك بنحس إنه هي هيك طيابتها بالجماعات مثل ما خبرت. ولهون غالياتي بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. بتمنى منكم ما تنسوني من دعمكم باللايكات الحلوة، بحبكم كتير. وإذا كنتم مو مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس. وبدي أقول لهم للصبايا اللي انضموا للقناة أهلا وسهلا فيكم، نورتوني. كتير مبسوطة فيكم هيك بالفيديو الماضي كان كتير هيك تفاعلكم كتير حلو ولطيف بالنسبة لي. الله يسعدكم يا رب، ولو لكم سلام، بشوفكم بفيديو جديد.